اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مستخلص الحمد لنفسه ومستوجبه على خلقه، حمدا كثيرا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على نبيه ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أولي المكارم والجود الذين أذهب الله تبارك وتعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السادة الأجلاء، المشايخ الفضلاء، الأساتذة الأكارم، الحضور القرآني جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية اسمحوا لي أن أبارك هذه الجهود التي اجتمعت وتضافرت لنجتمع معا تحت مظلة القرآن وأهل البيت عليهم السلام. واسمحوا لي أيضا أن أبارك لكم هذا الشهر الفضيل بأيامه ولياليه، وما في هذا الشهر من الولادات الطاهرة الميمونة لأمير المؤمنين عليه السلام ولأبنائه شفعاء دار الآخرة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا في هذه الدنيا من زياراتهم، وأن لا يحرمنا وإياكم إن شاء الله في الآخرة من شفاعتهم. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واحدة من أفضل نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم أن نكون ممن يحظى بهذه الخدمة، خدمة تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد في سبيل ذلك. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة من دون الآخرين. اليوم إذا أردت أن أتحدث وأنا معكم أقف في بقعة طاهرة مباركة وفق الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنين ليجعلوها بقعة للسجود بالصلاة والدعاء والذكر قربة إلى الله تبارك وتعالى. هذه واحدة من النعم الكبيرة. وإلا كثير من الناس الآن الله سبحانه وتعالى أعطاهم ما أعطاهم من الأموال، وأعطاهم ما أعطاهم من الجاه ومن الصحة، من كل ما يمكن أن يكون وسيلة لأن نتقوى بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن صرفها في غير موردها. لذلك الإمام سلام الله عليه يذكرنا في هذا الخصوص تحديدا في كلمة هي الأجمل حينما يقول: وشكر إياك يفتقر إلى شكر. أي كل من سعى لأن يكون قادرا على أن يروض البلاد والعباد ليتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وفي مقدمتهم نفسه، عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى، ويشكر الله سبحانه وتعالى مرة أخرى. لماذا؟ لأنه الشكر يحتاج إلى الشكر أيضا. والشكر إياك يفتقر إلى الشكر. اليوم نحن في هذه الحاضرة العراقية، في هذه الحاضرة الوطنية، في هذه الحاضرة الدولية. أتحدث عن بغداد. البعض يسميها بغداد السلام، والبعض كما يحلو له يسميها بغداد رشيد، والبعض يسميها بغداد العلم والعلماء، تسميات كثيرة. لكن برأيي أنا حينما
أتوجه إلى بغداد لا أجد اسما أفضل من أن أقول بغداد الكاظمين، بغداد الجوادين. فإذا كانت بغداد الكاظمين، بغداد الجوادين، ينبغي أن نقرأ قراءة موضوعية. ماذا يعني لنا الكاظم عليه السلام؟ وماذا يعني لنا الجواد عليه السلام ونحن في أيامه، في أيام ولادته، ذكرى ولادته عليه السلام؟ ماذا تعرفنا في مسيرتنا؟ ماذا تعرفنا من سيرهم؟ ماذا عرفنا عنهم؟ عن معاناتهم، عن إمامتهم، عن زيارتهم، عن محبتهم، عن ولايتهم. هم حاولوا أن يسرقوا منا بغداد. لذلك أنا أقولها وبملء الفم، كما حدثت عندنا في بعض الوقائع قبل سنوات بهذه الصور الإعلامية المقززة، ووجود بعض المغنين سواء من العراق أو من خارج العراق أرادوا أن يصلوا برسالة إلى العالم أن بغداد متعطشة للغناء والفن. نعم، كان هناك إقبال كبير، كان هناك كثير ممن باع آخرته بدنياه فحضر، كان جزءا من إعلامهم، كان جزءا من حضورهم، كان جزءا. لكن نحن حينما نتحدث بلغة ثانية، نقول أن بغداد الإمام الكاظم عليه السلام، وبغداد إمام الجواد عليه السلام. وإذا قلت الإمام الكاظم عليه السلام فيجب أن أعرف بماذا كان يدين الكاظم عليه السلام، بماذا كان يدين الإمام الجواد عليه السلام. كان لسانهم القرآن، وكان فعلهم الدعاء والمناجات. لذلك كلما أثر عنهم من الفعائل، من الأقوال، من الكلمات، هي لائقة بأن نروج لها في هذه المجالس القرآنية، بأن ننبه أن العالم، كل العالم، إذا ما أراد أن يختصر المسافات إلى الله سبحانه وتعالى فعليه أن يطرق أبوابهم، فهم أقرب الأبواب وأوسع الأبواب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما نطق به القرآن، وهذا ما دلت به الروايات وأشارت إليها الحكايات، ولا سيما التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هم كانوا جزءا من الخراب. أنت بالقرآن ومع القرآن تكون جزءا من البناء والإعمار. بناء بغداد يحتاج إلى قراءة ثانية، والمفروض احنا نبدأ من أصغر المواضع. قبل أيام وقلتها في محافظة أخرى أيضا، استمعت لأحدهم وهو يخوف صغيره من الدين أو من رجال الدين. شاب صغير مقتبل العمر، 14 سنة 13 سنة عمره، يسأل والده يقول: أنا أريد أن أتفرغ لدراسة العلوم الدينية، أريد أدرس حوزة أتعلم. شي جابه والده؟ طبعا هو هذا رصيد الآخرة، يعني اللي عنده ولد بالحوزة يضمن أن يكون هناك من بعده يدعو له. مو احنا نتحدث عن صدقة الجارية؟ واحدة من صور الصدقة الجارية ماذا؟ أن يكون عنده ابن يدعو له. فيجيبه هذا الأب يقول: بابا أنت ادرس، أنت روح على المدارس، وهذا شيء جيد، اشتغل، أنت ما لقيت لك طريق إلا طريق الحوزة، إلا طريق الدين. يخوف ابنه من الدين ومن رجل الدين. أنا تذكرت قصة في أحد الأيام بينما كنت أشاهد مشهد من العالم الآخر من الغربيين، يأخذ ابنه الصغير عند التعطيل، يأخذ ابنه الصغير يعرفه على الشرطي في الشارع ويحببه بالشرطي بالشارع. فيسأل أبو الإعلامي، يسأله يقول: لماذا تعرف ابنك على الشرطي؟ يقول: أنا أريده أن يحب الشرطي، أن لا يخاف منه. لماذا؟ قال: لأنه إذا ضاع يوما من الأيام،
إذا أحب الشرطي يذهب إليه ويكون سببا لأن يعود إلى طريقه إلى بيته، أما إذا خاف منه فلا يذهب إليه. اليوم إحنا أبنائنا إذا صار عندنا ثقافة أن نكره أبنائنا بالدين أو برجال الدين، هذا ابنك إذا ضاع في هذا المستنقع ما يجي يسأل رجل دين. لذلك الكثير من أبنائنا الآن ينخرطون في ملذاتهم في المستنقعات ورجل دين قريب منه لا يسأله. لماذا؟ لأن السبب المجتمع أبعد الناس عن القرآن، أبعد الناس عن الدين، أبعد الناس عن رجال الدين، حتى كرهوا ذلك فتأخر الناس عن الركب. اليوم إحنا من خلال هذه المجالس، مجالس القرآن، ندعو أنفسنا وأهلينا أحبتنا إخواننا إلى أن نكون نحن جزءاً من هذه الفعاليات، نكون جزءاً من هذه النجاحات، ولا سيما في هذه المساجد العامرة بحب الله سبحانه وتعالى وبحب أولياء الله تبارك وتعالى. حينما أريد أن أتحدث عن القرآن ونحن نستقبل شهر رمضان إن شاء الله، لأن شهر رجب إن شاء الله شهر التهيؤ، شعبان إن شاء الله شهر الاستعداد حتى نتوفق إلى شهر رمضان المبارك. هذه الشهور قدمها الله سبحانه وتعالى حتى نتهيأ لاستقبال شهر رمضان المبارك خير استقبال. يجب أن نروض أنفسنا من هذه الأيام، وأن نتعرف على مسؤولياتنا ومهامنا قبل أن نصل إلى شهر رمضان. وبهذا الحديث أيضا يلفتني مسألة أحاول أن أتعرض إليها بين المؤمنين ومع المؤمنين، أتداولها مع المؤمنين. صلوا على محمد وآل محمد. قبل أيام سألت أحد الأخوة، قلت شهر رجب مع بداية شهر، لعله كان اليوم الأول أو الثاني من شهر رجب، قلت هذا الشهر الفضيل شهر رجب المبارك فيه ولادات كثيرة للمعصومين عليهم السلام. قال نعم، في شهر رجب أنا سمعت أيضا فيها ولادة علي بن أبي طالب عليه السلام، ذكرى ولادة علي بن أبي طالب عليه السلام. قلت شيء جيد، فماذا تعرف عن حق علي؟ هسه أنت عرفت بها ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، شنو حق علي بن أبي طالب عليك؟ فصمت. قلت زين، بعد أكو ولادات أخرى كثيرة عندنا، الإمام الهادي، الإمام الجواد، عندنا الإمام الباقر، عندنا مناسبات كثيرة في هذا الشهر الفضيل. المشكلة الآن عندنا أننا لم نمعن أعيننا وثقافتنا وقلوبنا بمتعلقات أهل البيت. يعني مثلا الآن الإمام الجواد عليه السلام ونحن في ذكراه، الإمام الجواد عليه السلام حينما تولى زعامة الأمة، إمامة هذه الأمة، ايش قد كان عمره؟ عمره ايش قد؟ الروايات عندنا تتحدث عن 7 سنوات 8 سنوات. يعني الطفل صغير عمره 8 سنوات يصير شنو؟ يصير في مقام إمام الأمة، إمام. هسه هذا ممكن الآن حتى لو تحدثنا بعض الناس يشككون في هذا الأمر. نعم، هذه الإمامة في هذا العمر صار مثاراً للجدل والنقاش، بحيث أنه الآخر كان يقول كيف لمذهب، لطائفة، لملة يكون إمامهم الذي يقودهم بعمر 7 و8 سنوات. وكأنهم تصوروا أن الإمام كما الناس يحدده العمر ويحدده الزمن ويحدده الثقافات، بينما احنا في عقيدتنا لا، الوضع مختلف. الله سبحانه وتعالى قادر، وقد فعله الله سبحانه وتعالى. أنت حينما تقرأ في القرآن الكريم وآتيناه الحكم صبيا، تقرأ في موسى عليه السلام وتكليفه وهو ماذا؟ وهو في المهد،
وتقرأ عن عيسى عليه السلام وتكليفه وهو في المهد، وتقرأ عن يحيى عليه السلام وآتيناه الحكم الصبية. ليش؟ حتى الله سبحانه وتعالى يبرهن لك أن أولياء الله سبحانه وتعالى لا تؤثر عليهم السنوات، ما يكبر ويا السنة مثل ما أنا وأنت نكبر، ولا يصغر بعدد الأيام والساعات. بمعنى احنا اليوم محتاجين ماذا؟ محتاجين مراجعة ثانية لثقافتنا وقراءتنا عن الإمام المعصوم. الوجهة وين صارت الآن؟ وجهة الأمة إلى أين صارت؟ وجهة الأمة الآن عن طريق الحرب الناعمة وجهوا أبصارنا وآذاننا وقلوبنا إلى مسائل لا علاقة لها بالدين. اليوم الأمة تنتظر مباريات وبطولة كأس العالم أكثر ما تنتظر شهر رمضان. الأمة الآن تنتظر وتعرف جداول الفرق الداخلة والفائزة والخاسرة المتأهلة أكثر ما تعرف عن أيام وليالي شهر رمضان المبارك. الآن الأمة التي نقوم فيها الآن في وسطها الآن هي قادرة على أن تحصي عدد كبير من المطربين والمغنين ثقافتهم دولتهم، ولكن لا علاقة لها بقراء القرآن، وهم يمهدون الطريق إلى رضا الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قراءة عكسية وإلى تحدي من المؤمنين لأن نواجه هذا المد الخارجي الذي استهدفنا في عقر دارنا، استهدفنا في الدين، استهدفنا في الأخلاق، استهدفنا في المروءة، استهدفنا في المعلومة. اليوم التحديات كبيرة، لكن من خلال هذه المجالس، من خلال هذه المحافل القرآنية، الدورات القرآنية، نحن نستطيع أن نسترد جزءاً من حقوقنا بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله سبحانه وتعالى وتحكيم الكتاب والعترة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من خدمة الدين ومن العاملين في مرضاة الله سبحانه وتعالى، إنه سميع مجيب الدعاء. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد، والسلام عليكم.